خالد كان شغال وردية ليل في مطعم صغير. الساعة كانت قربت على 12 والمطعم كان فاضي تماما. وفجأة تليفون المطبخ رن. صوت غريب طلب أكل وقال: طلب رقم 13، حطه على الترابيزة الأخيرة. خالد استغرب لأنه عارف إن مفيش حد جوه، لكنه فعلا لقى الفاتورة مطبوعة على الكاشير. جهز الأكل وحطه على الترابيزة، وأول ما رجع للكاشير سمع صوت المعالق بتتحرك. بص بسرعة، لقى الأكل نصه ناقص وكأن حد كان بياكل. رجع خالد لورا وهو مرعوب، وفجأة سمع صوت الكرسي وهو بيتسحب وكأن حد قام من عليه. دخل المطبخ وهو بيجري، لكنه لقى نفس الطلب محطوط على الرخامة قدامه لسه سخن والبخار بيطلع منه. وقبل ما يستوعب اللي بيحصل لقى باب المطبخ اترزع جامد واتقفل عليه، وسمع صوت وراه بيقول: اهرب قبل ما تبقى الوجبة الجاية. وتاني يوم الصبح مجدي صاحب المطعم جه يفتح كالعادة، لكنه لاحظ ان المطعم ابوابه مفتوحة، فتوقع ان خالد لسه جوه، لكنه ملقاش ليه اثر. موبايله ومحفظته موجودين في دولاب العمال، كأنه ما خرجش من المطعم اصلا. ولما دخل المطبخ لقى الطلبية اللي خالد كان محضرها بالليل لسه موجودة على الرخامة زي ما هي. مجدي اتعصب وقال: ازاي يسيب الشفت ويمشي ويسيب المطعم فاضي بالشكل ده؟ وفي الوقت ده خالد كان قاعد في اوضته في بيته، عيونه مرعوبة وايده بتترعش وهو بيفتكر اللي حصل امبارح بعد ما باب المطبخ اتقفل عليه جواه. نط من الشباك، اتعور في رجله، لكنه جري وما قدرش يرجع للمكان تاني. ومن ساعة ما وصل البيت وهو مش قادر ينام، كل ما يقفل عينه يفتكر الصوت اللي حذره: اهرب قبل ما تبقى الوجبة الجاية. وفجأة تليفون البيت رن. ولما رفع السماعة سمع صوت بيقوله: أنا صاحب الطلب رقم 13. خالد اتجمد في مكانه وسأله: انت مين؟ وايه اللي عايزه مني؟ الصوت رد عليه وقال له: انا اتقتلت جوه المطعم ومجدي هو السبب، بس مش هتلاقي اسمي في اي ورق، اسمي اختفى معايا. وبعدها السكة اتقفلت. خالد بص بسرعة على شاشة التليفون الأرضي اللي بتظهر الرقم، لكن المفاجأة إن مكان الرقم ظهر اسم شخص: سامي. خالد قعد طول الليل يفكر في المكالمة ومين سامي وإيه علاقته بمجدي والمطعم. وتاني يوم خالد راح المطعم وفضل يسأل الموظفين عن سامي لحد ما وصل لعامل نظافة عجوز شغال في المطعم من زمان. الراجل أول ما سمع اسم سامي وشاف إصرار خالد وشه اتقلب وقال له بصوت واطي: بص يا ابني، اللي هقولهولك مقلتوش لحد قبل كده. زمان قبل ما سامي يختفي حصلت حادثة جوه المطعم. واحد من الزباين اتخانق مع مجدي في المطبخ، وبعدها بيوم الراجل ده اختفى، ومجدي وقتها قال إنه ما يعرفش عنه حاجة. سأله خالد وقال له: وإيه علاقة ده بسامي؟ العجوز هز راسه وقال له: مش عارف، بس سامي كان قريب مجدي من بعيد وبيشتغل هنا، وكان موجود وقت الخناقة، ومن ليلتها سامي نفسه اختفى فجأة. الكلام ده زود شكوك خالد وأكد له إن مجدي مش بريء وإن اللي بيحصل له مش مجرد خيال. وبالليل لما مجدي دخل المطعم وشاف خالد بصله بحدة وقال له: ايه اللي عملته ده يا خالد؟ سبت الشفت ومشيت من غير ما تبلغ؟ المطعم كان فاضي طول الليل، انت فاكر نفسك في كافيه تلعب فيه وتروح وتيجي وقت ما تحب؟ لو حصلت مشكلة كنت هتبقى انت المسؤول. حاول خالد انه يبرر وقال له: يا استاذ مجدي، حضرتك حصلت حاجات غريبة والله انا. قطع مجدي كلامه بعصبية وقال له: مفيش حاجة اسمها غريبة، في شغل وفي التزام، واللي يعمل حركة زي دي مرة تانية يطرد فورا. سكت خالد لحظة وبعدين قال له بهدوء وهو بيراقب وشه: طب هو حضرتك تفتكر واحد اسمه سامي؟ أنا سمعت عنه بس محدش عارف هو اختفى ليه. مجدي اتجمد لثواني وعيونه لمعت بتوتر، لكنه أخد نفس عميق وقال له: انت شكلك تعبان يا خالد، خد لك يومين راحة
أجازة مدفوعة، وارجع كمل شغلك كأن ما حصلش حاجة. حس خالد إن الإجابة دي مش طبيعية. مجدي كان باين عليه إنه عايز يقفل الموضوع بسرعة. ولما رجع خالد بيته جاله بالليل تليفون على الأرضي. الاسم اللي ظهر على الشاشة كان سامي، وصوت خافت جه من السماعة بيقوله: خالد، ما تسيبش الموضوع، الحقيقة ورا المطبخ، مجدي هو اللي. وقبل ما يكمل كلامه الخط اتقطع. حط خالد السماعة بإيديه متترعش. دلوقتي ما بقاش في عنده شك، مجدي هو اللي ورا اختفاء سامي، والسر أكيد جوه المطعم. والساعة 2 بعد نص الليل خالد استنى لحد ما الدنيا هديت والشارع بقى فاضي، وطلع المفتاح الإضافي اللي معاه ودخل المطعم. المكان كان ساكت بشكل مرعب، وكان حاسس إن في عيون بتبص عليه من كل زاوية. خطواته خدته ناحية المطبخ، بص حواليه لقى كل حاجة كان شكلها عادي، بس الأرضية ورا التلاجة الكبيرة كان فيها أثر، كأن حد جر حاجة تقيلة على البلاط. قرب بحذر وحاول يزق التلاجة، بس قبل ما يحركها سمع نفس الصوت اللي سمعه في التليفون بيقول: وراها، هنا الحقيقة. حس بقشعريرة في جسمه كله، وإيده اترعشت وهو بيزق التلاجة ببطء. ظهر وراها باب حديد غريب شبه باب المخزن، بس شكله قديم. قرب ومسك القفل. الغريب إنه اتفتح بسهولة، كأن حد كان لسه مستخدمه. ولما فتحه كان وراه سلم ضيق نازل تحت الأرض. نزل درجة ورا التانية، ولما وصل لنهاية السلم لقى أوضة صغيرة حيطانها سودا من الرطوبة، وفي نصها ترابيزة خشب متاكلة وعليها ملفات قديمة وصور لموظفين في المطعم. لكن اللي جمد الدم في عروقه لما شاف في ركن الأوضة كومة من التراب عليها عظام آدمية باينة، وجنب العظام دي كان في بطايق قديمة متاكلة، واحدة منهم باسم سامي والتانية باسم واحد تاني. حس خالد إن رجليه ما بقتش شايلاه وهمس: يا نهار اسود، ده قتلهم. وفجأة سمع صوت خطوات تقيلة بتنزل على السلم ببطء، وبين كل خطوة والتانية كان صوت مجدي وهو بيقوله: ما كنتش متوقع إنك هتوصل لحد هنا يا خالد. صرخ فيه خالد وقال له: انت قتلتهم صح؟ ضحك مجدي ضحكة صغيرة وقعد بهدوء على كرسي خشب في الأوضة وقال له: الزبون ده كان صاحبي من زمان، سلفني مبلغ كبير، ولما جه طالبني بيه كان عايز يفضحني قدام الكل. الليلة دي ما كانش في حد في المطعم غير سامي وعامل النظافة اللي كان واقف بره. سمع الخناقة بس ما شافش حاجة، وأنا خلصت الموضوع. بلع خالد ريقه بصعوبة وسأله: وسامي؟ مجدي قرب وشه منه وقال له بصوت واطي: سامي كان مرعوب، عينيه كانت فتحاه، كان ناوي يبلغ. استنيت لما الشفت خلص وعامل النظافة مشي وما بقاش في غيري وغيره. عارف ايه اللي حصل بعد كده؟ ما بقالوش أثر. رجع خالد خطوة لورا وصدره بيعلى وينزل بسرعة وقال له: انت مش بني آدم. مجدي ابتسم ابتسامة باردة وقال له: أنا بعمل اللي لازم يتعمل، واللي بيفكر يوقفني بيختفي. وفجأة نور خفيف بارد ظهر ورا مجدي، وصوت مألوف لخالد همس من العدم: أنا ما اختفتش يا مجدي، أنا لسه هنا. اتجمد مجدي في مكانه وعرقه بدأ ينزل وهو بيبص حواليه بخوف لأول مرة، وقال بصوت عالي: مين؟ انت فين؟ فجأة الهوا في الأوضة بقى تقيل، والورق اللي على الترابيزة اتحرك لوحده كأن فيه عاصفة صغيرة. وشاف خالد حاجة بتتشكل في الركن، ظل شفاف ملامحه مش كاملة، بس عيونه كان باين فيهم وجع وغضب. الصوت طلع أوضح وقال: أنا سامي. مجدي صرخ: مستحيل، أنا خلصت منك. قرب الشبح بخطوات مش مسموعة، وشه بقى واضح أكتر، نفس الوش اللي خالد شاف صورته في البطاقة.
بص سامي لمجدي وقال له: انت قتلتني علشان اسكت، بس دلوقتي جه وقتك. رجع مجدي لورا بسرعة وقال لخالد بصوت عالي: انت السبب، لو ما كنتش فتشت ما كانش ده حصل. لكن الشبح بصله بنظرة ثابتة وقال له: ده حساب قديم بيني وبينك يا مجدي. مد مجدي ايده لسكينة كبيرة كانت مرمية على الرف وقال: لو حد هيموت الليلة هيبقى انت يا خالد. خالد رجع لورا وهو مرعوب وقال له: انت مجنون. مجدي رفع السكينة وهو بيهجم عليه، لكن فجأة ظل سامي وقف قصاده وعيونه كلها غضب وقال له: أنا اللي مستنيك من سنين يا مجدي. حاول مجدي إنه يصرخ ورجع بظهره لورا، لكن رجله اتكعبلت في العظام اللي كانت مرمية على الأرض ووقع بجسمه كله على السكينة اللي كانت في إيده. خالد كان متجمد في مكانه وبص على مجدي اللي واقع على الأرض وهو بينزف وعيونه مفتوحة برعب متجمدة على صورة الشبح اللي واقف قصاده. وهنا سامي بص لخالد بهدوء وقال له: شكرا يا خالد، انت ساعدتني اخد حقي. وبهدوء بدأ جسمه الشفاف يتلاشى ببطء زي دخان بيتبخر في الهواء لحد ما اختفى تماما. وبعدها خالد وقع على ركبه وعيونه بتدمع من اللي شافه، بس عرف إن الحقيقة مهما كانت مخفية لازم في يوم هتظهر. وهنا نكون وصلنا لنهاية حكايتنا، ولو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد.